الاي اس او هو حساسية السنسور للإضاءة وازاي بيأثر على الفوتوز بتاعتك. مساء الفل، ازيكم اللي بنرمي النخلية، عاملين ايه؟ كويسين؟ في فيديو النهارده هنتكلم عن الاي اس او، هو حساسية السنسور للإضاءة وازاي بيتأثر على الفوتج بتاعتك. ولو لسه ما شفتش السلسلة بتاعت التصوير اللي بدأناها بقالنا فترة، اتكلمنا فيها الأول عن المشاهد الاي رول والبي رول، واتكلمنا عن الاكسبوجر، واتكلمنا عن الابتشر وهي فتحة العدسة. فيا ريت تحضر الفيديوهات دي الأول وبعد كده تيجي تكمل معانا في الفيديو ده، وهسيب لك اللينك بتاع البلاي ليست كلها في الاي اللي فوق واللينك بتاعها في الديسكربشن. أول حاجة تعال نعرف ازاي الايزو او الاي اس او بيأثر على الاضاءه بتاعه الفيديو او بتاعه الفوتج بتاعتنا عامه. اولا كل ما بتعلي الاي اس او الرقم بتاع الاي اس او، حساسيه السنسور للاضاءه بتزيد، فبالتالي الاضاءه اللي داخله للسنسور بتعلى. هي مش اللي داخله للسنسور بتعلى، هو السنسور بيحس بيها بشكل افضل، بالتالي الفوتج بتاعتك بتنور بشكل اعلى. بس تخلي بالك انك لما بتعلي رقم الاي اس او وبتعلى حساسيه السنسور للاضاءه، بتعلى معاها النويز في الفوتج بتاعتك. فحاول بقدر الامكان تصور برقم اي اس او قليل عشان حساسيه السنسور للاضاءه لما بتزيد بتعلي النويز معاها، فتخلي بالك من الحته دي. تاني حاجه بقى وبديهيا انك لما بتقلل الاي اس او بتقل حساسيه السنسور للاضاءه، فبالتالي الاضاءه بتاعتك بتقل في الفوتج عامه. يبقى كده وباختصار، كل ما بتعلي رقم الاي اس او بتزيد حساسيه السنسور للاضاءه، فبتزيد الاضاءه بتاعت الفوتج بتاعتك. كل ما تقلل رقم الاي اس او بتقل حساسية السنسور للإضاءة، فبالتالي بتقل إضاءة الفوتج عامة. تعالوا ناخد تجربة على الكاميرا اللي احنا بنصور بيه. لو بدأت اعليه بالشكل ده كده، كل ما اعليه الفوتج عمالة تعلى في الإضاءة بتاعتها والإضاءة عمالة تفتح أكتر. يعني لو عليتها على آخر رقم كده، بص الفوتج بقيت لاسعة وبقيت اوفر اكسبوزد ومش باينة فيها حاجة. لكن لما اصور على رقم البيس ايزو بالشكل ده، هتلاقي الفوتج بتاعتك بقيت كويسة والإضاءة بتاعتها بقيت كويسة. وطبعا لو قارنتها بالإضاءة الاوفر اكسبوزد، هتلاقي النويز بتاع الاوفر اكسبوزد عالي جدا، لكن البيس ايزو هتلاقيه كويس. تمام. ناخده على المعلومه ثانيه، وبقدر الامكان تصور بالبيس ايزو او برقم البيس ايزو. ورقم البيس ايزو ده بيبقى اقل رقم في الكاميرا بتاعتك للاي اس او، والرقم ده بيختلف على حسب الكاميرا، بيختلف من كاميرا للتانيه، وبيختلف على حسب البيكتشر بروفايل اللي انت بتصور بيه. يعني انا البيكتشر بروفايل بصور بيه بيكتشر بروفايل رقم 7 كاميرا السوني زي في 10، فالبيس ايزو بتاعه 500، ده اقل رقم فيه. لكن لو غيرت البيكتشر بروفايل وخليته 1 أو 2، هيبقى البيس ايزو بتاعي 100. طب حد هيقول لي ليه ما بتصورش بالبيكتشر بروفايل 1 أو 2؟ اقول لك عشان انا بصور بالبيكتشر بروفايل رقم 7 علشان بصور اس لوك 2. الاس لوك 2 ده عباره زي ملف الرو في الفوتو كده، بيديني مساحه اكبر في التلوين وان الون براحتي الفوتج بتاعتي. فدي الفكرة ان انا بصور بالبيكتشر بروفايل رقم 7 مش 1 أو 2. 1 أو 2 ايوه الايزو قليل، لكن بيبقى هي الكاميرا متداخلة في الالوان اللي بتطلع منها. لكن البيكتشر بروفايل رقم 7 لما اصور بيه البيس ايزو بيعلى معايا بيبقى 500، لكن بيديني مساحتي انا في التلوين براحتي، او بتديهوني ملف رو انا اشتغل فيه براحتي. ده فايدة الاس لوك 2 ان انا بصور بيه. كده فهمنا ايه هو الاي اس او وايه علاقته بالاضاءة بتاعتنا وازاي بيأثر على الفوتج بتاعتنا. فتعالوا نشوفها على الكاميرا عشان نشوف بشكل عملي ونفهم اكتر. نبدأ بقى نشوف على الكاميرا بتاعتنا رقم الاي اس او وازاي بيفرق في الفوتج بتاعتنا. الاي اس او لو واخدين بالكم 500 عشان انا بصور بيكتشر بروفايل رقم 7 زي ما قلت لكم. لو رحت على الاي اس او كده وبدأت اعلي فيه كده، اعلى حاجه في الكاميرا دي هو 4000 او 32000. فبصوا الفوتج بتاعتنا بقيت لاسعه ازاي. انا حتى يعني الصبع قدام الكاميرا مش باين من كتر اللسعات. وطبعا هتلاقي النويز عالي طبعا جدا في الفوتج بتاعتك. فانت هتحاول بقدر الامكان تصور بالبيس ايزو اللي هو رقم 500 في الحاله دي. لو رحت كده غيرت البيكتشر بروفايل، اروح اغير البيكتشر بروفايل بتاعي اللي انا بصور بيه، خليه مثلا رقم 1 مثلا كده، هتلاقي الايزو بتاعي ممكن يقل يوصل لغايه 100. كده البيس ايزو بتاعي بيجي 100 عشان انا غيرت البيكتشر بروفايل.
خليته رقم 1. لكن انا قلت لكم انا بصور بالبيكتشر بروفايل اللي هو رقم 7 عشان اقدر اصور اسلوك 2 واقدر الون براحتي في الفوتج بتاعتي، ما تبقاش الكاميرا بتلون معايا وتديني فوتج هي معدله فيه او عامله بروسيسنج ليه في الالوان بتاعته. هي الاسلوك 2 كانها بتديك الملف رو فبتديهولك فاضي خالص وانت بتتحكم في الالوان براحتك كده. لما بصور على بيكتشر بروفايل رقم 7 الاي اس او بيبقى 500. فكده زي ما اتفقنا الايزو او الاي اس او كل ما بيعلى بيعلي الاضاءه اللي داخله للسنسور، او مش اللي داخله للسنسور، بيخلي حساسيه السنسور جوه الكاميرا بتزيد، فبالتالي بيشعر بالاضاءه بشكل اعلى بكتير. لكن خلي بالك لما تعلي الاي اس او طبعا بيعلى انه يزي معاه، فبقدر الامكان تحاول تصور على البيس ايزو على حسب الايزو عندك، البيس ايزو بتاعك كام. وخلي بالك برضو ان في رقمين للبيس ايزو، يعني في حد ادنى للبيس ايزو اللي هو مثلا 500 وفي بيس ايزو بيبقى اعلى. حاول تشوف الكاميرا اللي معاك البيس ايزو بتاعها الرقمين بتوعها الاقل والاعلى ايه، دول ما بيظهرش فيهم نويز، لكن اعلى من كده بيظهر نويز واقل من كده بتبقى اندر اكسبوزد والاضاءه قليله خالص. والى هنا اعزائي المليونير لقد انتهت جرعه دوبامين التعلم لهذا اليوم، انتظركم في جرعه اخرى، الى اللقاء.